تم الادعاء على رياض سلامة بجرائم اختلاس المال العام، تبييض أموال، إسراء غير مشروع، تزوير واستعمال المزور. هناك تكامل بين التحقيق الأوروبي والتحقيقات اللبنانية في مجموعة جديدة من الادعاءات ستأتي على رياض سلامة في أوروبا، لأنه في تعاون قضائي بلش هو بأصل هذا منه الادعاء الأول على رياض سلامة وعصابته. سبق للقاضي غدعون أنه ادعيت على رياض سلامة بملفات عديدة، وهذه الملفات أصبحت عند قاضي التحقيق في جبل لبنان الأولى منصور. لو نحن ما لحقنا كان هلأ رياض سلامة رئيس جمهورية لبنان، كان نجيب ميقاتي أصيل برئاسة الحكومة، وكان في حكومة ومجلس نواب بالأكثرية عم بيصوتوا على عفو عام مالي بيروح كل جنى عمر اللبناني. الفضل لشجاعة القضاة والمحققين يلي أثبتوا فعلا عن جرأة كبيرة. بهن القاضي جون طنوس، بهن القاضي غدعون، بهن المحققين اللي اشتغلوا. كان في ضغوطات سياسية ومصرفية وإعلامية كبيرة لتفشيل هذه التحقيقات، ولكن الحمد لله كان في رئيس جمهورية يعمل بشكل جدي على حماية التحقيقات وعلى استقلالية. وصلنا النتيجة مش بشكل بسيط، كان طريق كان صعب وشاق جدا، وحتما هناك عمل كبير اليوم بده ينعمل، وفي ليفل إضافي سيصيب عدد من السياسيين في لبنان وكبار الموظفين وغيرهم، وهيدي منا كمان قضية سهلة. الإعلام بمعظمه كان عم بيعرقلنا بالثلاث سنين الماضيين، وكذلك محللين كان يتم استضافتهم، كلهم كذبوا على الناس، قالوا لهم ما في شيء وما في تحقيقات وكذا، بينما الحقيقة ظهرت أمام اللبنانيين. أنا بشكر الناس يلي وثقوا فينا، يلي هن الأوادم، لأنه بلبنان في صراع كبير بين الأوادم وبين الفاسدين. الفاسدين كانوا دايما هن عم يربحوا، هالمرة